به إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. وهذا أيضا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت فلو تصدق عنها ينفعها؟ قال: نعم. ففيه مشروعية الصدقة عن الميت. عن الميت مشروعية الصدقة مجمع عليه لا خلاف فيه، الميت يصدق عنه، وكذلك الحج عنه والعمرة ونحو ذلك، والصدقة الجارية هذا جائز. وأما ما يفعله بعض الناس من قراءة القرآن ونحو ذلك فهذا لا أصل له، فإن القرآن كان موجودا في ذلك الوقت، وكان الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام يجلونه إجلالا عظيما، ولكن ما فعلوا للأموات القرآن ونحو ذلك، وإنما يتصدقون ويحجون ويعتمرون، فهذا خلاف السنة. نعم.